الخلاصة، هل الدفع بالموبايل آمن؟ أولاً كل البيانات اللي أنت بتحطها قلنا على الموبايل ما بتروحش للجهاز بتاع الدفع أو المكنة اللي حضرتك بتلمسها أو بتتاب عليها وبتقرب منها، فطبعًا أأمن من الكارت العادي إن حد ممكن ياخد أرقامه لو واقف جنبك، ده مش هينفع يحصل. 2 إن مش أي حد زي ما قلنا هيقدر يستخدم الكارت بتاعك ده اللي هو محطوط على الموبايل إلا لو حد معاه بصمة وشك، وده مستحيل، لازم حضرتك اللي تفتحه ببصمة الوش أو ببصمة الصباع. في نفس الوقت ده ما بينفعش بالكروت العادية لأن الكارت العادي زي ما قلنا لو اتسرق ممكن يعمل بيه عملية شراء مجرد إن هو ما يلمس جهاز الدفع ويمشي على طول. مش دايما البنوك بتحتاج ان هو كل واحد يدخل الرقم السري بتاعه، في دايما حدود معينه، يعني مثلا اقل من 1000 جنيه، ده على سبيل المثال اقل من 1000 جنيه ممكن حد يلمس الكارت ويمشي على طول من غير ما يدخل الرقم السري، لكن لو الموبايل اتسرق منك محدش هيقدر يستخدم الكارت. الحاجه الثالثه ان بياناتك غير ان هي مشفره ما بيحصلهاش ابدا مشاركه مع التاجر اللي انت بتشتري منه. واخيرا حتى لو الكارت بتاعك على الموبايل والموبايل ضاع، ولو انت استخدمت خاصيه زي فايند ماي ديفايس او ان انت تمسح الموبايل بتاعك عن بعد لانه اتسرق، كل البيانات هتروح من عليه حتى كروت الدفع بتاعتك، فانت كده كل كروتك في امان وحقوقك كلها محفوظه. هل ده المستقبل؟ طبعا. يعني مثلا في بعض الدول زي السويد والصين بقى تقريبا المجتمع من غير كاش، ساعات بيسموها حتى بالانجليزي كاشلس سوسايتي، او ده مجتمع كله شغال بالكروت، واعتقد ان هو ده المستقبل وان هو ده افضل للناس كلها، افضل لحضرتك، افضل للحكومه، افضل للمشغلين، مبقاش فيه فلوس مضروبه، كل العمليات بتحصل من الكارت وصعب جدا سرقتها. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لها شير وسبسكرايب لو انتوا على اليوتيوب. شكرا ليكم ونشوفكم في حلقه تانية.